له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الفضلاء في هذا اللقاء التكميلي لما كنا قد تحدثنا أو تحدث إخواننا العلماء والفضلاء في هذا الأمر من أمر الاجتماع، ويعني أهل السنة ما بين التجميع والاجتماع، وأن أهل السنة غرضهم الأصلي الاجتماع على الحق ولا يعنيهم تجميع الناس، فتجميع الناس ما أسهله وما أيسره أن تجمع اليوم 1000 و2000، ولكن ما أصعب أن تجمع القلوب على الحق. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الأمر. وطبعا عنوان اللقاء كان الاجتماع أو أهل السنة ما بين التجميع، الاجتماع والحظ على التجميع. طبعا لا تصفو لك مسألة ولن يعني تتلقاها غضة شافية إلا إذا عرفت ما يناقضها، وإلا إذا عرفت ما يضادها من الاختلاف. قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. فما قيمة أن تعرف الاجتماع وأصول الاجتماع ولا تعرف شيئا عن الاختلاف والتفرق؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى لما ذكر الاجتماع ذكر معها إيه؟ النهي عن التفرق، فذكر الاثنتين، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صح؟ ولما نهى الله تعالى عن الشرك وأمر بالتوحيد قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي الاستمساك بالعروة الوثقى لن يتم لك بجناح واحد، إنما لابد أن يتم لك بماذا؟ بالأمرين. فإذا آمنت بالله فقط ولم تكفر بالطاغوت كان هذا الإيمان إيه؟ إيمان نقص جدا. وإذا كفرت بالطاغوت ولم تؤمن بالله فما قيمة ذلك؟ ولذلك قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. أي لن يستقيم لك إيمان ولن يصفو لك توحيد إلا إذا عرفت الكفر والشرك وعرفت مداخله وعرفت ما يؤدي إليه، صح؟ فما قيمة أن يعرف الإنسان السنة ولا يعرف شيئا عن البدعة؟ مش هينفع، صح؟ ولذلك دائما أهل السنة دائما ما يركزون على الخطأ. ليه؟ لك يا عم أنتم ما وراكوش غير الكلام في البدع، كل حاجة عندكم ده بدعة ده بدعة ده بدعة. طبعا ده أصل مهم جدا، بيان الخطأ قبل معرفة الصواب، هذا هو الأصل. ليس الأصل أن تعرف الصواب أولا ثم تعرف بعد ذلك الخطأ، إنما الأصل أن تعرف الخطأ أولا ثم تعرف الصواب. ولذلك لما جاءت دعوة الرسل إلى أقوامهم، أول حاجة قالوا لهم إيه؟ الأصنام اللي بتعبدوها دي غلط، صح ولا لا؟ وأنكروا عليهم وشنعوا على هذه الآلهة وأمروهم بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف أعلمك السنة وأظل طوال عمري أعلمك كتب السنة ولا أكلمك ولا كلمة عن البدعة؟ لن يستقيم لك علم، وسيكون علمك إيه؟ هشا أعرجا، لأن المسألة عندك لم تكتمل. فلا بد من الكلام عن الاختلاف والتفرق وخطورته وكيف يأتي الاختلاف وما هي روافد الاختلاف عند أهل السنة وعند أهل البدع. فهذا هو عنوان هذه الكلمة: أصول الاختلاف أو الخلاف عند أهل السنة وأصول الخلاف عند أهل البدع. ونقارن كيف يقع الخلاف عند أهل السنة، أو كما يقال
الخلاف المحمود والخلاف المذموم، لأن خلاف أهل السنة خلاف محمود. فكم اختلف أهل السنة في مسائل كثيرة حتى في مسائل الاعتقاد، ولم يسفه بعضهم بعضا، ولم يكفر بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن هذا الخلاف مبني على أصول وعلى أمور مهمة لابد أن تأخذ يعني أن تأخذها في الاعتبار. فليس كل خلاف يوجب التنابذ ويوجب التقاتل ويوجب التناحر ويوجب التفسيق. ولذلك ستجد فارق ما بين خلاف أهل السنة وخلاف أهل البدع. خلاف أهل السنة مبني على أصول، وخلاف أهل البدع مبني على أصول تانية خالص غير دي، وستعلم هذا الكلام عندما أشرح لك هذا الكلام. أولا، أصول الاختلاف عند أهل السنة. كيف يقع الاختلاف عند أهل السنة؟ خلاف أهل السنة بيسموه العلماء الخلاف المحمود. ليه؟ كما قلت لك، لأنه لن يؤدي إلى تنازع وفرقة. وأول أصل من أصول الخلاف عند أهل السنة هو تنوع الأدلة وعدم بلوغها إلى العالم. وده شيء طبيعي جدا بيقع حتى مع الصحابة، صح؟ وهل معنى أن الصحابي من العلماء أن يكون قد حاز كل السنة وكل العلم؟ فإذا نسي الصحابي حديث أو اختلف مع صحابي لعدم بلوغه الحديث، هذا لا يوجب تنازعا ولا خلافا ولا فرقة. وهذا له نظائر كثيرة جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث مين يجيب لي مثال؟ عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان النبي يبول إلا جالسا. جميل. يقابله حديث أظن حذيفة، حديث حذيفة حديث بال النبي نعم. يبقى إذن عائشة فاتها حديث حذيفة، ولم يوجب ذلك نفورا ولا خلافا مع عائشة. بل والأشهر من ذلك حديث حذيفة مع عبد الله بن مسعود في لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لما قال لعلك نسيت. وكذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب لما طرق الباب ثلاثا وانصرف، فلما خرج عمر نادى على أبي موسى وقال: لماذا انصرفت؟ قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطرق الباب ثلاثا، فإن لم يفتح لنا انصرفنا. قال: أو النبي قال لذلك؟ إذن ده معناه إيه؟ إن سيدنا عمر لم يصله الحديث. هل هذا يوجب تنازعا وتفسيقا لعمر وتبديعا له أنت مش عارف حاجة وأنت مش فاهم؟ هذا أمر. يبقى أول أصل من أصول الخلاف عند أهل السنة أن الخلاف أحيانا يقع بينهم لعدم بلوغ الدليل إلى العالم، وده موجود كتير جدا. واضح؟ لعدم. الإمام مالك رحمه الله، هل تعلم أن الإمام مالك يقول بكراهة صيام الست من شوال؟ تخيل، دي غريبة دي. طب والحديث؟ قالوا لعله لم يبلغه، أو قال بذلك خوفا من أن يتصل صيام الستة شوال برمضان فيصير فيأخذ حكمه مع تقادم الزمان، يبقى الناس تفهم أن الستة من شوال فرض، فكان يقول بكراهة. لكن في الأصل لم يبلغه الحديث. أكثر أهل العلم على أنه لم يبلغه وهذا يخطأ. هل يفسق الإمام مالك في ذلك؟ ليه؟ لأنه لم. وهذا موجود في كثير جدا من المواقف، أن العالم قد تفوته المسألة والمسألتان، صح؟ وقد تفوته قد يفوته الحديث والحديثان، ولا يعاب العالم بذلك ولا يخطأ العالم في ذلك. وهذا موجود في مجالسنا حتى. أحيانا بنخطأ وبنقع في خطأ، وإخواننا بيذكرونا وبنذكر بعض. جزاك الله خير يا شيخ سامح، ذكرتني. نجعل المسألة مسألة بحث. هذا هو العلم. لأنه ليس معنى أنه تصدر أن الأخ تصدر أمامك وجلس
أنه حوى كل إيه؟ حوى كل العلوم، فما كمل غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أول أصل عند أهل السنة في أسباب وقوع الخلاف تنوع الأدلة وعدم بلوغها إلى العالم، فقد لا يبلغ الدليل للعالم أو يبلغه وينساه، هذا وارد جدا، يبلغه إيه؟ وينساه، أو لا يثبت عنده، دي لسه اللي جاية دي، يعني ممكن الحديث يوصل له لكن في اجتهاده هو في التخريج عنده شغل في الحديث فوصل بعد اجتهاد جيد في البحث في الأسانيد، توصل إلى أن هذا الحديث لم يثبت عنده، وهذا وارد كتير جدا في إيه؟ عند أهل السنة. وهضرب لك أمثلة لأن جاي في الأصل بالتفصيل اللي جاي. أو أن هناك حديث آخر ترجح على هذا الدليل عنده هو، وهضرب لك مثال واضح جدا في هذا الباب. الأصل الثاني الاختلاف في فهم الدلالات في النصوص. شوف يا خلاف أهل السنة خلاف أهل البدع خالص، لأنك سأذكر لك أصول الاختلاف عند أهل البدع، تجد مفارقة عجيبة جدا في أصول دول وأصول دول. اختلاف الفهم في الدلالة. الإمام النووي رحمه الله لماذا لم يخطئه أهل السنة ولم يجعلوه من الخوارج، مع أنه فهم في حديث كفرا بواحا أنها المعصية البواح؟ قال والمراد بقوله كفرا بواحا معصية بواحا. يبقى الإمام مالك فهم إن كلمة كفرا يعني إيه؟ هو نعم كل كفر معصية. شوف الإمام فهمها إزاي؟ إن كل كفر إيه؟ صح، في كل كفر معصية، لكن ما ينفعش تقول أن كل معصية إيه؟ كفرا. واضح؟ ليس كل معصية كفرا. فالإمام مالك المعنى كلمة كفرا بواحا أي معصية بواحا، بس ده خلاف فهم السلف. لكن لماذا لم يخطئ الإمام النووي في هذا ويعتذر له في الفهم؟ لأنه لا، الإمام النووي، أنا قلت مالك؟ لا، مالك في الحديث الأولاني، أنا قلت مالك دلوقتي؟ لا، ما النووي يا عم، حقك عليها يا مولانا. لا، الإمام النووي. يبقى لماذا لا يخطئ الأئمة الإمام النووي في هذا الأمر؟ لأنه في مساغ للتنوع في الدلالات والفهم، فهو فهم هذه اللفظة على هذا الأصل. كذلك في ألفاظ كثيرة جدا في الأحاديث وفي الآيات تنوعت أوجه الدلالة فيها، ففهم العالم فهما وفهم الآخر فهما، مثل قضية الصورة، صح ولا لا؟ مسألة الصورة وحدث بها خلاف من أهل السنة بينهم وبين بعضهم البعض، ففهم هذا فهما وفهم هذا فهما، لكن لم يخطئ بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم يعلمون تماما أن الخطأ الذي وقع فيه ذلك العالم في فهم دلالة الكلمة أو الجملة أو النص لم يكن قصده مخالفة أهل السنة بذلك، إنما الخطأ واقع فين؟ في فهم الدلالة، وهذا موجود كثير جدا وله نظائر في الكتاب والسنة. كذلك أيضا من الأصول التي يعني يرجع إليها الاختلاف بين أهل السنة ولا يذمون في ذلك، الاختلاف في ثبوت الحديث، اللي هي الحتة اللي احنا قلناها من شوية. الاختلاف في ثبوت الحديث عند إمام، وقد يختلف أو يخالفه آخر في عدم ثبوته. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا العالم الإمام المحدث، عنده حديث ثبت عنده هو ولم يثبت عند الجمهور، هو حديث صيام، النهي عن صيام يوم السبت. قال مالك، قال أبو داود هذا كذب في هذا الحديث، وقال الإمام مالك هذا منسوخ، والجمهور عن الحديث إيه؟ على أن الحديث ضعيف، اللي هو حديث إيه؟ لا تصوموا يوم السبت
إلا ما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عود فليمضغه. لحاء يعني جلد بتاع شجر يمضغه عشان يكسر صيام اليوم ده. هذا الحديث ثبت عند الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وصححه رضي الله عنه وأرضاه، لكن الجمهور على إيه؟ على ضعفه. شوف الاختلاف، لم يكن أبدا الإمام مالك يقصد مخالفة أهل العلم ولا أهل العلم يقصدوا مخالفة الشيخ الألباني، إنما القضية وقعت بسبب إيه؟ اجتهاد ونظر في التصحيح والتضعيف. لكن سبحان الله يا أخي، من صحح منهم ثبت على تصحيحه، ومن ضعف ثبت على تضعيف. لكن تعال شوف أهل البدع بقى. أحد شيوخ الضلالة في ثورة يناير قال بأن حديث حذيفة أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هذا حديث ضعيف. ولما قام الناس في 30 يونيو قال وهذا حديث صحيح. عارفين مين هو؟ محمد عبد المقصود. شوف التصحيح والتضعيف على الايه؟ على الهوى. طب اثبت، لو قلت صحيح من الاول اثبت، لو من الاول خالص من زمان قلت ضعيف اثبت على تصحيحك وتضعيفك وانتهى الامر. لكن هتشوف لما نابع عن هوى اخذ يصحح ويضعف على حسب ايه؟ على حسب المصلحه. وكتير جدا من الامثله عند اهل البدع في هذا الباب. لكن اهل السنه صح الحديث عندهم انتهى الامر، ضعيف عندهم انتهى الامر، لانهم يدينون الى الله تعالى، يدينون لله سبحانه وتعالى بذلك. يبقى الاختلاف في ثبوت ايه؟ في ثبوت النص. فقد يختلف العلماء في ثبوت الحديث نفسه، هل هو صحيح ام ضعيف. في هذه الحاله يمكن ان يختلفوا في الحكم بناء على ذلك، مفيش مشكله. ولذلك لا يلام من خالف في مسألة من المسائل بناء على اجتهاد في تصحيح حديث أو تضعيف، لا يلام حتى وإن خالف إيه؟ غيره من أهل العلم. غير ما تتكلم يقول لك والله الحديث ثبت عندي، أو أنا معايا شغل، أهو أنا معايا شغل. يعني الإمام القاسمي رحمه الله له رسالة قد كده. مش احنا بندرس هنا المسح على الخفين والجوارب؟ له رسالة قد كده، ابقى اقرأها. بينكر المسح على الجوارب وعلى مش عارف ايه وعلى القفف، سبحان الله، والمسح على القلنسوة والمسح على العمامة بينكرها كلها الأحاديث ويضعفها كلها الأحاديث، سبحان الله. وهذا خلاف مذهب أهل السنة في ثبوت المسح على الجوارب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: مسح على النبي على النعلين والجوربين، حديث بلال، سبحان الله. لكن لا يلام، ولم يبدعه أهل السنة أبدا، ولم يقولوا أنه وافق الشيعة في إنكار المسح، لأن المسألة مبنية على إيه؟ على اجتهاد وعلم وبذل جهد في هذا الباب، واضح؟ كذلك من الأصول التي يعني يرجع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة ولا يعد ذلك يعني معيبا لهم، الاختلاف في الأصول والقواعد. إيه الأصول والقواعد يعني مثلا أهل السنة اختلفوا في مسألة الأصل. أصل عند أهل السنة عدم طاعة ولاة الأمور في المعصية، صح كده؟ مش ده أصل؟ يبقى نسمع ونطيع ما لم يأمر بمعصية. الأصل ده أصل وقاعدة عند أهل السنة لا نخالفها. خالف فيه المرجئة أهل السنة فجعلوا طاعة الحاكم مطلقة في المعصية وفي الطاعة، واضح؟ فوقع الخلاف في هذا الأصل، وقع الخلاف في هذا الأصل. يبقى الاختلاف في الأصول والقواعد
قد يختلف أهل السنة بعضهم بعضا في مسألة من المسائل بناء على قاعدة، مثلا قاعدة المصالح المرسلة. من قال من أهل السنة بقاعدة المصالح المرسلة فلا يلام، ومن قال بعدم الأخذ بها فلا يلام، لأن المسألة من الأصول المختلف إيه؟ المختلف فيها، صح؟ زي العرف والاستحسان. فالمسائل المبنية على قواعد داخل مذهب أهل السنة والجماعة لا يلام أهل السنة إذا خالف بعضهم بعضا في هذا الأصل. واضح كده؟ كذلك من الأصول التي يعني يحدث فيها الخلاف أو يرجع إليها الخلاف بين أهل السنة ولا يعني ينكر عليهم في هذا الاختلاف في تفاوت الأفهام، وده مهم جدا. الفهم ده نعمة من الله سبحانه وتعالى يؤتيها الله عز وجل من يشاء، وقد يمن الله تعالى على عبد بفهم سديد، وقد يمن الله على عالم بفهم قليل، وقد يعني هذه أفضل نعم من الله سبحانه وتعالى، صح؟ يؤتي فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتفاوت في الفهم ده أحيانا بيؤدي إلى اختلاف في بعض الأحكام الشرعية، زي ما قلنا فهم الدلالة، أنا فهم قوي. لذلك تجد بعض أهل العلم من أهل السنة عندهم تبارك الله فطنة في الفهم وشدة في استنباط الحكم من اللفظ ومن الدليل ومن الكلمة. فهذا فضل الله تعالى يؤتيه إيه؟ يؤتيه من يشاء. التفاوت في الفهم ده لا يلام عليه المخالف، لا يلام عليه إيه؟ المخالف، لأنه كما قلت لك ما نبت هذا الخلاف أو ما نشأ عن قصد مخالفة أو عن قصد نشوذ أو خروج عن جماعة أهل السنة، وإنما نتج عن إيه؟ عن تفاوت، كما جاء في قصة الصحابي الذي شرب الخمر، شرب ورجع. إيه المشكلة عنده؟ إنه فهم الآية فهم إيه؟ فهم غلط. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وطبعا يدخل الماء والشراب من الطعام في اللغة، فكان يشرب الخمر وهو متأول الآية إن معليش جناح فيها، وكلمة فيما طعموا فهمها إن كل ما طعموا، لم تستثني الآية إيه؟ شيئا، فأدخل الخمر في الآية، ففهم الآية فهم إيه؟ فهم خطأ. لكن هل خرج الصحابي من جملة أهل السنة؟ إطلاقا. وحديث من تاني؟ شايف وحديث من تاني؟ حديث إتمام عبد الله بن مسعود وراء عثمان في منى، مع إن عبد الله بن مسعود يرى إيه؟ القصر عنده ده ما فيهوش تفاهم عند عبد الله بن مسعود، لكن رضي الله عنه فهم فهما رائعا في أن عثمان رضي الله عنه لما صلى في منى، لما تزوج في منى صار مقيما، فبالتالي أتم عثمان، ففهم أن عثمان رضي الله عنه إيه؟ معذور، لأنه معاه إيه؟ معاه تأويل للمسألة، وخشي أن يقال أنه خالف، ولذلك لما سئل قال الخلاف إيه؟ الخلاف شر. وفي وقائع كثير جدا بتتفاوت الفهوم بين الصحابة وبين العلماء في تناول النص، فلا يعد ذلك من أهل البدع ولا يعد ذلك من أهل البدع، لأن الخلاف الواقع ليس مقصودا في ذاته. واضح كده؟ طيب كذلك أيضا، طيب يبقى ده كم أصل؟ 1 2 3 4 5 أصول. نقولهم مع بعض كده. أسباب الخلاف عند أهل السنة: الاختلاف في فهم النص، الاختلاف في دلالات النص، الخلاف راجع إلى ثبوت الحديث من عدمه عند العالم. إيه كمان؟ التفاوت في الفهم، اختلاف القواعد والأصول، أصول مالك غير أصول الشافعي غير أصول أحمد غير أصول أبي حنيفة،
يعني عند الإمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة ده أصل عنده، صح؟ فإذا وجد أهل المدينة على عمل خلاص الأمر عنده إيه؟ خلاص سنة عنده، لأن هذا عمل أهل المدينة. سبحان الله. أما بقى الخلاف عند أهل البدع بقى، شوف بقى راجع إلى إيه بقى، شايف؟ خلي بالك، شوف اختلاف تمام، مفارقة ما بين السماء والأرض في الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. تعالوا نشوف أصول الخلاف عند أهل البدع ناشئة منين. أول أصل التعصب. هو خالف عشان متعصب لشيخه ورأيه والمذهبه، نقول له هو اللي قاله شيخي خلاص. سبحان الله، شيخك يخالف الكتاب والسنة. لا لا لا، أنت هتعرف أكتر من الشيخ. ولذلك ذم الشرع التعصب للرأي، والتعصب للأشخاص، والتعصب للمذاهب، والتعصب للجماعات، والتعصب للفرق، والتعصب للآراء. ولم يربي علماؤنا رحمة الله عليهم طلابهم على التعصب، بل كانوا يربونهم على التجرد. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وهو من؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل كده شرحنا قصيدة: إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي، صح؟ وذكرنا أن كل إمام له جملة في هذا الباب في نبذ التعصب للشيوخ. يبقى أول أصل عند أهل البدع التعصب للشيوخ والآراء وللمذاهب. هذا لم نذكره عند أهل السنة. أهل السنة لا يعرفون التعصب. يبقى هذا أول إيه؟ أول أصل. الأصل الثاني الهوى والتشهي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مصيبة اتباع الهوى، أكبر بلاء يبتلى به الإنسان اتباع الهوى في الشرع. ما هو الهوى يا إخوانا؟ يعني إيه هوى؟ إيه الهوى؟ يعني إيه هو الهوى ده؟ ميل الإنسان القلبي إلى شيء من الأشياء بصرف النظر عن صحته أو خطئه، سواء خطأ أو صواب. الإنسان لا يتبع هواه، إنما يتبع الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. هواه يعني إيه؟ أمنياتك، طموحاتك، أمانيك، رغباتك، ما تحبه وما تتمناه، وما تهواه وما ترغبه، لابد أن يكون كل ذلك تابعا لماذا؟ للشرع، وألا يتقدم شيء من هذا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فده أصل عند أهل البدع اتباع الهوى. هو صحح وضعف ليه؟ بتاع حديث اللي احنا قايلينه من شويه محمد عبد المقصود، صحح وضعف ليه كده؟ اتباع للهوى. لكن لو تقيد بالأدلة اللي قدامه وبكلام أهل العلم مش هيقول كده. لكن الهوى أخذه إلى القول بالتضعيف هنا والقول بالتصحيح هنا. يبقى أول أصل ثاني أصل هو اتباع الهوى والشهوة. اتباع الهوى وإيه؟ شهوة. الشهوة مش قصدي عن الله. الشهوة دي شهوة الاتباع، شهوة حب الظهور، أي حاجة تأخذه إلى مخالفة النص. ده أصل من أصول الخلاف عند أهل إيه؟ عند أهل البدع. فاتباع الشهوة والهوى والتشهي وسوء فهم النصوص في الشرع هذا ينتج عنه خلاف مذموم في مسائل العقائد. وده دايما ما يقع في مسائل إيه؟ العقائد. لأن الفقه يعني لا يغلب عليه الشهوة، والفقه لا يغلب عليه الهوى. لكن كل المشاكل دي وقع فين؟ في العقائد والأصول. الأصل الثالث ضيق الأفق وضعف الإدراك، والاعتقاد بأن الحل في الاختلاف هو محاربة المخالف بدلا من الحوار. سبحان الله يا أخي. دائما العلم يواجه بالعلم، والحجة تواجه بالحجة. إذا رأيت خللا في شيء من يعني تصرفاتك، أول ما يجب أن تقوم به هو البحث عن إيه؟ عن أسباب وجود هذا الخلل. ابن آدم قال إيه؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب
واجب عليه يعمل ايه؟ اللي ما تقبلش منه ده يجب عليه ان يبحث عن اسباب عدم قبول قربانه. انما تقول لاقتلنك، هذا حل للمساله؟ هذا ليس حل للمساله ان تقتل اخاك. ولذلك وجه له اخوه نصيحه غاليه جدا، وتحول الى واعظ وداعي الى الله. قال: انما يتقبل الله من المتقين. هذا الحل. مش الحل انك تقتلني، الحل انك انت تدور على العمل اللي انت عملته وتبحث عن اسباب عدم قبوله. واول سبب من اسباب عدم قبوله عدم تقواك لله سبحانه وتعالى في هذا العمل. صح ولا لا؟ قال: انما يتقبل الله من المتقين. شوف انت عملك كان ايه؟ انت قدمت اسوأ ما عندك. صح؟ قدمت اسوأ ما عندك من التمر. فاقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. ليه؟ عشان قالوا الاول ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. طيب يوسف واخوه احب الى ابيكم، طب ما تدوروا على السبب وتشوفوا ايه السبب الاساس والرئيس في محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف، وتتنافسوا في المحبة وتبذلوا أقصى ما عندكم في أن تنالوا محبة أبيكم بالاحترام والتقدير. صح؟ ولا تقولوا اقتلوا يوسف؟ هو ده حل؟ هكذا أهل البدع. أخرجوا آل لوط من قريتكم. طب ما تواجهوهم بالحجة. ذروني أقتل موسى مجرم. طب ما تواجه بالحجة. الحجة تواجه بالحجة، والبرهان يواجه بالبرهان، والعلم يواجه بالعلم. وقال بعضهم سبحان الله، قال لك: لو مسكنا لن يصعد أحد من المداخلة على المنابر. سبحان الله، لم يمكن الله لهم عاما. ما هم يقصدوا بالمداخلة يعني اللي بيقولوا عدم الخروج على الحكام والسمع والطاعة بالمعروف والكلام ده كله، ده قصدهم يعني. مش المداخلة اسما، ما فيش حاجة اسمها مداخلة. انهم يعرفون، يقصدون كل من يقول بذلك يعني او ينكر عليهم هذه البدع. فشوف سبحانه، طب ما تواجهوهم بالحجة. وأذكر أن كان هناك عندنا في قريتنا بعض الأفاضل أراد أن يعني يجمعني مع الحزبيين عندنا في القرية، ويعني عايز يقعدنا مع بعض في مكان. طب شوفوا انتوا كده، والصح فيكم مين؟ يعني انت بتقول غلط وهم بيقولوا عليك غلط، وانت ما عايزين نجمع الشمل ونعمل يعني زي ايه، قاعده كده مناظره، وحضرتك تقول الكلام اللي عندك وهم يقولوا ونشوف مين. فقلت له: عندي 3 شروط. اتفضل. قلت له: اولا ان يكون الحاكم بيننا اعلم مني ومنه عشان يقدر يلزمه. صح؟ ما مين اللي هيعرفنا ان انا صح وهم صح؟ لازم يكون اللي هيحكم بيننا يكون ايه؟ طب انا اجيبه لك منين ده؟ انا مفيش. قلت له: طب انا اعمل ايه؟ قلت له: خلاص ماشي. قلت له 3 شروط كده او 3 شروط، ولم يرجع الي. خلاص انقطع ايه؟ ما هو ده انا عايز حجه اهو، انا عايز حد يواجهني بالحجه. فالحجه تواجه. بدات طبعا من ايه؟ مساجد، ويروحوا يكرهوا في المسجد، يكرهوا فينا في المساجد، ويقول لك ده النظام بتاع اللي انت عارفينه. المهم ان اهل البدع دائما ما يلجؤون الى ايه؟ او اهل الهوى يلجؤون الى اليد للمنع، ولا يتجهون الى القلم والحجه لكي يقنعوا. صح؟ ذروني اقتل موسى. سبحان الله العظيم. يبقى ضيق الافق يؤدي الى محاربه المخالف بدلا من الحوار معه. رابعا الجهل. الجهل هذا اصل من اصول الخلاف عند اهل البدع. كل ده ما لناهوش عند اهل السنه، لان اهل السنه يهتمون بالعلم. صح؟ الجهل
الجهل بأصول الدين أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم معرفة قواعد الاجتهاد. صح. ذلك اللي دايما بيضبط لك أمور الفتن مين؟ اللي عنده اجتهاد في القواعد والضوابط الأصولية والعلمية، واللي عنده علم هو ده اللي في الفتن بيثبت وبيعلم الناس صح ولا يزيغ الناس بسببه. لكن الجهل يورث الطيش ويورث النزع والانحراف والشذوذ، لكن العلم دائما يؤدي إلى الثبات والرسوخ. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إن محمدا مات سوف أضرب عنقه. وهذا طبعا كلام يحتاج إلى مراجعة، وهو يعلم تماما أو عنده الآية يحفظها: إنك ميت وإنهم ميتون. وكل الآيات التي تتكلم عن الموت سيدنا عمر حفظها، لكن مع العاطفة وحبه الشديد للنبي عليه السلام لم يتحمل الصدمة. فقال عمر في نفس الرواية، لأن سيدنا عمر جثى على ركبتيه من الأمر، من شدة الأمر، قال: ثم قام أبو بكر وكان أعلمنا. ليه سيدنا عمر قال الجملة دي وكان أعلمنا دي؟ ليه؟ لكي يعلمنا رضي الله عنه أن في الفتن لن يثبت ولن يتكلم بالكلام. وطبعا لا يقال أن عمر يعني لا، احنا لا نقلل من قدر عمر، لكن احنا بنقول العاطفة بتغلب أحيانا. يريد أن يعلمنا أن الذي يثبت في الأزمات والفتن هو من كان أكثر علما. فشوف الجهل. ولذلك احنا الإشكال مع الذين خرجوا أو يعني المظاهرات والأحزاب والفرق، الإشكال مش مع الناس العادية، الإشكال مع الرؤوس، لأن هؤلاء يتبعون بجهل، ما عندهم علم واضح. لكن الرؤوس يتبعون بمعاندة، يعرفون الحق ويعاندونه ويخالفونه مخالفة صريحة. فالجهل من الأصول التي تؤدي إلى الخلاف عند أهل البدع. يبقى الجهل بأصول الدين أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم معرفة قواعد الاجتهاد. سبحان الله. الأصل الأخير الكبر والحسد. صح، من أهم الأصول التي يقع بسببها الاختلاف عند أهل البدع أو يخالف أهل البدع أهل السنة: الكبر والحسد والحقد والغل. هذه صفات يعني صفات إنسانية داخل النفس، وصفات ذميمة تتسبب في الخلاف المذموم، حيث تولد الشعور بالتفوق، إن ده متفوق علي. طب وبعدين عشان متفوق عليك أحسده. طب وعشان أحسده خلاص لا، ده مش إزاي يتفوق علي؟ إزاي يبقى أحسن مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلبه صافي ونيته سليمة لما همه من الذي يتفوق في العلم أو من الذي لا يتفوق. الذي يهمه نشر العلم ونشر الحق، لا يهمه انتشر على يد من. صح. والله يا إخواني كنت في منطقة مصر القديمة أيام المظاهرات والثورة، ما فيش حد في المنطقة تقريبا بيتكلم في الأمر ده غير، وأبص ألاقي لك ماشي كده تحت كده في حتة، ولاقي صليت العشاء عندي ومشيت ولقيت مسجد كده في حتة يعني، ولقيت الميكروفون شغال، واحد بيقول إيه: ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن هذه الفرق كلها في النار ولا بد للمسلم أن يعتصم بك. وقفت ذهلت، إيه ده الكلام الحلو ده؟ إيه الكلام الجميل ده؟ مين اللي بيقوله ده؟ رحت داخل المسجد صليت ركعتين ورحت قاعد في الدرس. كلام سني، كلام سني صرف بفضل الله تعالى. ففرحت بهذا جدا، والله كأني كنت في بحر ووجدت من ينقذني منه. يعني كان فرحي اليوم
من أشد الفرح والسعادة بهذا الأخ. وبعد أن انتهى المجلس قلت له: أنت منين يا شيخ؟ أنت فين؟ أنت ظهرت لي فين؟ قال لي: أنا هنا. قلت له: هنا فين؟ أبوس. أنت فين؟ أبوس إيدك. ده أنا بنده. قال لي: ده أنا هنا والله يا شيخ، هو على قد كده بقى كلمتين من حديث النبي وجبنا الكلام وبروح للشيخ عادل. قلت له: بتروح الشيخ عادل؟ قال لي: أيوه والله بروح هناك. قلت له: ما بشوفكش. قال لي: بس ببقى ورا كده، إيه يعني، ما بحبش أظهر يعني. وأنا الشيخ محمود القاضي، وسبحان الله أكبر مني سنا، يعني له لحية زي الشيخ نادي كده. فشوف سبحان الله، والله يا إخواني فرحي يعني أكتر من فرح شفت إنسان لما يجد شيء كده ضايع منه بقاله سنين. هذا هو الصواب، أن تفرح بنشر الحق حتى ولم يكن على يديك. مش شرط أنت اللي تظهره، المهم إنك تجد الحق يظهر على يد حسين، أيد سيد محمد، عبد الله، عبد الكريم، مش مشكلة. المهم إن الحق إيه؟ يظهر. فده طبعا ده لا ينبع إلا من نفس يعني صافية تريد الحق، لكن الحسد والحقد يحمل الإنسان على الكيد والمكر والتخطيط لإضرار إيه؟ لإضرار الغير. فهذه أصول يعني الخلاف عند أهل البدع. فعلمت أخي الكريم كيف يقع الخلاف عند أهل السنة، ولا يعد صاحب السنة مختلفا مع إخواني في ذلك، وكيف يقع الخلاف عند أهل البدع. فلنجتنب هذا الأمر. والاختلاف له طبعا أضرار، المشايخ ذكروها. ويعني أنا استوقفني شيء في الآيات اللي قرأها الشيخ عصام من اللقاء عن واعتصموا بحبل الله جميعا. توقفت مع لفتة في الآية جميلة جدا. الآيات بدأت بإيه؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صح؟ امشي كده شوية، هات آخر الآية. رب العالمين قال إيه؟ فأما الذين اسودت وجوههم. بص بقى اللفظة اللي جاية: أكفرتم بعد إيمانكم. يبقى الحال يبدأ بالإنسان بتفرق وعدم اعتصام، ينتهي به إلى إيه؟ إلى كفر. ما هو أهل الفرق بيكفر بعضهم بعض. أنت عند بعض أهل البدع في هذا الزمان كافر صاحب السنة، والله أنت عندهم كافر مع أنك لا تكفرهم. وأهل السنة لا يكفرون أهل البدع، بل هم يكفرون أهل السنة. ليه؟ بحجة أنهم إيه؟ يرضون مش عارف إيه، وأنتم ترضون بهذا الواقع والكلام الفاضي بتاع التكفيرين ده. فسبحان الله العظيم، تبدأ بمفارقة ثم ينتهي به المآل إلى إيه؟ إلى تكفير. شوف: أكفرتم بعد إيمانكم. ولذلك لما قال ابن عباس في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. يبقى الآية دي بتتكلم عن مين؟ عن أهل البدع. أهل البدع قد يقول بهم الحال إلى تكفير. أيوة، يقول بهم الحال إلى تكفير. بيحصل. والتكفيرين دول أصلهم إيه؟ نصارى؟ لا، ده منك. ويقول لا إله إلا الله ويصلي معك ويفجرك ويكفرك. سبحان الله. يبقى تبدأ بتفرق وتنتهي بالإنسان إلى إيه؟ إلى كفر وتكفير المجتمعات وقتل المسلمين. فليحذر المسلم التفرق وليعتصم بالله سبحانه وتعالى وليكن مع الجماعة. وأينما وجدت جماعة تدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص يا دي. أينما وجدت جماعة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعلم وبفهم وبانضباط وعدم تعصب وبحب للكتاب والسنة، فعض عليها بنواجذك ولا تعتزل عنهم ولا تفارقهم، فالنجاة معهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واعتذروا عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.